أعزائي مشاهدي قناة العروبة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج العروبة دوت كوم. الحلقة بتاعتي النهاردة مختلفة. معايا 2 من نجوم الكوميديا في مصر. بس قبل ما استقبل ضيوفي وارحب بيهم، عايز اتوجه بالعزاء لكل اخواتنا المصريين في الحادثة بتاعت الكنيسة امبارح، وعايز اتكلم في الموضوع ده شوية. عايز اتكلم الاخوان، لو انتم معتبرين نفسكم مصريين، هل اللي بيحصل ده هيرجع لكم مرسي؟ هل انت لما تقتل طفل عندها 8 سنين ب 13 رصاصة في جسمها كده مرسي هيرجع؟ هل انت كده هتوقع الدولة المدنية اللي احنا عايزينها؟ ما اعتقدش. بالعكس، انت كده بتزيدنا اصرار على كرهك. انت كده بتزيدنا اصرار على ان انت ما تبقاش فصيل من المصريين من الاصل. ارجوك حكم العقل يا اخي. الزيت اللي انت عمال ترميه على الطريق كل يوم، على طريق الاسماعيليه مره وعلى طريق السويس مره. طيب نفترض ان في اخ من الاخوان بتوعك ماشي بعربيته ومعاه اطفاله، ما هيتقلب بيها. بتفكر ازاي؟ في هنا مخ، ارجوك شغله. انا اسف ان انا كنت محتد، هرجع لحلقتي تاني. بس عايز اقول حاجه كمان، ان بما ان احنا برنامجنا له علاقه بالفيسبوك وبالتويتر، فامبارح ردود الافعال كانت حزينه جدا، قويه جدا، بالذات من نجومنا نجوم مصر. فعندنا الفنان الكبير صلاح عبد الله كتب امبارح على الفيسبوك بتاعه: وتحول الفرح ليتم، والزغاريت لصويت، والفرحه والسعاده لحزن واكتئاب. قولوا معايا باعلى صوت: ملعون ابو الارهاب. والسيدة إسعاد يونس المنتجة والفنانة الكبيرة كتبت امبارح: هو أنا اتكتب عليا أعزي المسيحيين واعتذر؟ أعزي واعتذر؟ أنا عايزة أعزي من غير ما أعتذر، لأن اللي يقتل جنود صايمين ساعة الفطار، ويقتل ويمثل بجثة راجل شرطة في اسم كرداسة لدرجة إنهم يشربوه مية نار لحد ما يموت، يقتل مسيحيين خارجين من فرح في كنيسة. احنا في خندق واحد. الحقيقة احنا كلنا محتاجين حكومة تعزينا. الحكومة، انا شايف ان مفيش مؤسسة بتشتغل في الدولة زي القوات المسلحة. القوات المسلحة بتلم ورا كل الوزارات، ورا كل الوزارات. مش هيعملوا كل حاجة لوحدهم، ارجوكوا اشتغلوا. ارحب بضيوفي. المفروض ان احنا حلقة كوميدي النهاردة، بس انا اسف طبعا الاحداث فرضة نفسها. معايا نجم الكوميديا الشاب عمرو عبد العزيز، وصديقي جدا. ربنا يخليك يا امين. ومعايا نجمتنا نادية العراقية. اهلا بيكي، منورين النهارده. ربنا يخليك. انا اسف ان انا ابتديت الحلقه كده، بس عايز اخد كمان انطباعكم عن الاحداث اللي حاصله في 48 ساعه اللي فاتوا. طبعا الاحداث اللي حصلت في ال 48 ساعه اللي فاتوا زي ما انت قلت، يعني اللي حصل ده طبعا بنقدم خالص تعزينا لاخواتنا المسيحيين في الحادثه الاليمه اللي حصلت، ولكن اللي انت بتقوله ده صح في عده نقاط. اول نقطه ان هم بيتكلموا باسم الدين. انهي دين اللي بيقول ان هم يقتلوا الناس؟ لا دين مسيحي ولا دين اسلامي ولا حتى يهوديه قال لك كده. فده بعيد عن الدين يا اخي، ولا حتى كفره والله. ده يعني هم حتى لو كفره مش هيعملوا فيهم كده. ده رقم واحد. رقم اتنين، الاخوان محسسين او محسسيننا بقيه الناس اللي مش اخوان ان احنا يهود، وان هم المصريين اللي لا، ده انتوا زي ما انت قلت، انت كده بتكسب عداوه بقيه الناس. خلاص يا جماعه، الطلبه اللي بيعملوا مسيرات في الجامعه، والطلبه اللي مش عارف بيطلعوا فين، مظاهرات يوم الجمعه، يعني ماشي. وبعدين المفروض في قانون المفروض ان هو بيتناقش دلوقتي، ودي مصيبه سوداء، اللي هو بياخد رايك اذا كنت تتظاهر ولا لا. ده بالظبط عامل زي ما كانك بتجيب تاجر مخدرات تقول له حبيب قلبي لما اقفشك بمخدرات اديك اعدام ولا براءه. ما ينفعش. لازم الحكومه تحط حد. مفيش حاجه اسمها تظاهر ولا اعتصام سلمي مؤيد معارض، مفيش الكلام ده. خلاص. عامل زي الفيلم العربي القديم بيتعاد وبوخ، اللي هو انت حفظت بروجرامك يوم الجمعه بعد الصلاه عندك مظاهرات من 12 ل 6 بعد لا، وكتبهم ما بيخلص. يعني يقول لك مليونيات في ما اعرفش فين، حاصل ايه، امتى الكلام ده، وتبص تلاقيهم 14 واحد وموقفين الدنيا. وفي عاملين كده في الشارع يعني. انا مش فاهمها برضه. نادي، قولي لي شايفه الحكايه ازاي
في ال 48 ساعه اللي فاتوا، شايفه الحادثه بتاعت الكنيسه امبارح ازاي؟ طبعا انت حضرتك قلت في البداية ان ان احنا كلنا حزانة على اللي حصل، ومش بس اللي حصل، احنا خلاص ادمنا الحزن، ادمنا ان في النشرة لازم يبقى فيه قتل. وانا عن نفسي انا بقالي 15 سنة في مصر زي ما انتوا عارفين، انا حاسة ان كل الشر اللي حصل في العراق بيجي زحف علينا. هو يمكن مش في كل مصر. الناس تعرف ان ناديه اصلها عراقي، يعني الناس كلها شايفه ان ناديه بتمثل بالمصري وراكبها عفريت مصري بس ما حدش كتير يعرف ان الناس ناديه اصلا عراقيه. ومحدش كتير يعرف ان العفريت اللي راكبها اقوى منها، فهو ده اللي بيسيطر عليها. فاحنا لازم نضحك، لازم نتجاوز الاحزان، لازم الناس اللي بتخطط بمنتهى الشراسة وبمنتهى الفجر يعرفوا ان احنا مستمرين، سواء فنانين سواء دكاترة مهندسين، المسيرة لازم تستمر، ولازم مصر تقف تاني من جديد. ده بالبداية. 2، احنا يعني انا عندي خبرة في الحاجات دي اكتر من اي مصري ما كنت موجود. لسه هقول لك، انت من تجربتك في العراق نعم. قبل ما تيجي، شايفه اللي حاصل في مصر ازاي؟ اللي حاصل اعتقد وجه التشابه ان في العراق بدأوا يغتالوا المسيحيين بالذات والكنائس. يمكن فاكرين حادثة كنيسة النجاة في العراق اللي مات فيها اكتر من 400 واحد، منهم اطفال. ما فيش حتى جثة، ما طلعوش جثث. فاعتقد هي خطة خارجية مش من العرب، خارجية لضرب المسيحيين جوه الاوطان العربية عشان يدعموهم للسفر، يستقبلوهم سواء في امريكا استراليا، لان احنا في العراق من 5 أو 10 مليون مسيحي صفصفوا على ما يطلعوش دلوقتي 400 ألف. فلما يسافر المسيحي بره، كل ده تهيئة لحرب، زي ما بيقولوا حرب جامدة جدا، مش عالمية تالتة، بس هتبقى حرب على المسلمين عشان يقدروا ينجوا اكتر عدد من المسيحيين اللي متواجدين في الاوطان العربية. شوفي، هو انا مختلف معاكي في النقطه دي شويه، لان يمكن مصر بالذات مع كل حبنا واحترامنا للاوطان العربيه كلها، ولكن مصر بالذات ليها مكان مختلف في عشان المساله هم دي. الاصل، اهلها بالظبط، الاصل. يعني المسيحيين في مصر، طب ما العراقيين هم الاصليين. مفهوم، لا مفهوم، لكن احنا هنا في مصر يا ناديه، انت عارفه، يعني انا واحد من الناس قبل 15 او 10 سنين ما كانش المساله دي ما كناش بنسمعها فعلا. انا شخصيا او في البيت اللي انا اتربيت فيه عمري ما سمعت القصه بتاعت مسلم ومسيحي وازاي وليه. بالعكس، انا متربي في بيت جيراننا، وجيراننا اولادهم متربيين معايا. انا شايف يعني المساله اللي حصلت امبارح دي هتزيد المحبه قوه. اكيد بالظبط. ما هم الخطه الخارجيه، يعني انا اعرف كأن ناس الاخوان كتير جدا يطلعوا مسيحيين رافضين يمشوا، اكيد رافضين طبعاً يمشوا من طبعاً. مصر، وعمرهم ما هيمشوا من مصر خالص. وليا اصدقاء كتير يعني انا لامس معاهم المساله دي. ما السياسه الخارجيه ليه مكنت الاخوان من انهم يمسكوا الحكم في اكتر من دوله عربيه ولسه بتدعمهم؟ عشان كده، عشان يفضلوا يعملوا المخطط الخارجي لاضعاف الدول عن طريق الاخوان يمسكوا الحكم عن طريق الدين. عشان كده كل العقلاء سواء في مصر في العراق في سوريا دايما بينادوا بعزل الدين عن السياسه. عزل الدين عن السياسه ده من اهم الحاجات اللي ممكن تحصل في اي دوله، عشان الاحداث السياسيه بتاعتها زي ما بيقولوا تعبر بره الايمان. صحيح. عمرو، لما الاخوان جم، انت كنت شايف الكوميديا في مصر هتبقى ازاي؟ مع ان هم كانوا مشبعيننا كوميديا بصراحه. ده كان ماتيريال. يعني الاخوان اكتر ناس ادونا ماتيريال يكفينا 20 30 سنه بالظبط قدام يعني. بالظبط. واكتر دليل على ده يعني باسم يوسف كان واخدهم غسيل ومكوى. صحيح. يعني ما هو كان شغلته الاساسيه. احنا لسه بنقول اهو واحنا قاعدين بره الهوا، باسم يوسف هيرجع، احنا مشتاقين نعرف هيعمل ايه. هيرجع على مين بقى؟ على مين؟ لا الاخوان لما جم كلنا طبعا تخوفنا، قلنا ايه اللي هيحصل، وقلنا ايه تخوفنا من اللي جاي، لكن قلنا ان الفن لا يستحيل ان يتوقف. بدليل لما جابوا وزير الثقافه اللي هو الاخواني ده علاء اللي كتب تاريخه كله مقاله وفيلم مونتاج ما حدش شافه غيره هو واولاده تقريبا. فيلم ايه؟ انا ما عرفتش انه ولا لا والله، هو المقال بس. ده مقاله كان عامل مونتاج فيلم كده نزل حصريا في السوبر جيت، ولا حد يعني ولا حد سمع عنه اصلا. فهي القصه كلها اول ما جابوا الراجل ده ما كملش، يعني نزلوا المثقفين والفنانين اللي بجد وقفوا له. يعني انت عايز تثبت ان انت جدع، فاول ما دخل يا عيني راح مطير الست بتاعت الاوبرا، يا عيني الست طب انت ايه اللي انت بتعمله ده؟
هنا لا قال لك، قال افيه عالي قوي. قال لك الاوبرا ما بتجيبش فلوس. امال ايه اللي بيجيب فلوس؟ يعني ايه؟ قال لك الاوبرا ما بتجيبش فلوس. هي الاوبرا مش لازم تجيب فلوس. بص يا امين، هو صرح ثقافي ايه دخله بالذكر. تقعد بالذكر. تتفرج على الناس بتوع الاخوان في مجلس الشعب بيتكلموا في قضايا ان هم عايزين يلغوا الانجليزي من المدارس عشان دي ماده الفرنجه. ايوه. اما عايزين يجوزوا البنت وهي عندها 9 سنين. اللي يتكلم بالعقليه دي يبقى هنا في صندره، هنا في جزامه في دماغه، والله العظيم مفيش مخ. يعني انت بتتكلم في ايه؟ خلاص يعني البلد نطفت والفقراء لقوا ياكلوا والبلد اتظبطت، فانت جاي تدور على يعني اروح اتجوز واحده عندها 9 سنين اجيب لها الشبكه ايه؟ زمزميه يعني ولا اجيب لها ايه؟ 9 سنين مين اللي هيجوز لي بنت 9؟ يعني 9 سنين اقول لها تعالى اصحيها وديها مدرسه ازاي؟ لا مفيش مدرسه يا بيه. مفيش برضه مدرسه. لا خلاص. لا دول ناس مرضى. انت شفت في ست سلفيه بتعمل تويتات على التويتر، قالت حاجه من كام يوم لطيفه قوي. قالت على المراه، احنا لما بنيجي نضحك على الفيسبوك ونعمل كذا هي ورا بعض كده بالظبط. قالت لك لا، المفروض علشان ما تبقاش كده عرضه يعني الحمد لله تقول ضحكه ملتزمه، تكتب كده ضحكه عفيفه، تقول ضحكه عفيفه واحطها بين قوسين عشان ما حدش يشوفها. لا ده خير. لا دي ربنا دي عامله زي ام ايمن بالظبط. ست بركه ام ايمن. لا ام ايمن النهارده كاتبه على التويتر بتاعها ان تفجير الكنيسه امبارح شغل مخابراتي. والمخابرات اللي فجرت المبنى، المخابرات بتاع اسماعيليه. ايوه. الجيش هو اللي فجرها. ايوه احنا ضد بعض. احنا يعني وبعدين يعني ليا يعني معده بتاعت برنامجنا علياء مسيحيه كويس، كلمتني النهارده في التليفون قالت لي انا عايز اعرف حاجه. قلت لها قولي. قالت لي هو ايه اللي ودى المسيحيين الكنيسه؟ يعني ده حدث، ويقفوا قدام الرصاص كمان. ده حدث تخلف من نوع. يعني ايه اللي يودي المسيحيين الكنيسه؟ بص انا في مشروع دايما بطالب بيه، ان الحكومه لازم قبل ما تجيب اي مسؤول سواء في مجلس الشعب او في شورى او وزير او رئيس وزراء، لازم الاول يعدي على اختبار نفسي. ليه؟ لان لازم يتكشف على سلامه القوى العقليه، سواء بقى عادي او اخواني. انا عايز اطبق المشروع ده في جميع الكوادر اللي في البلد. لان في ناس مرضى نفسيين، يعني في ناس بيبقى شباب عندهم طموح، فتخش مثلا تقدم مشروع، ممكن المشروع ده ينظف البلد 30 سنه قدام. يقول لك المنظومه بتاعه الروتين، انا لما يتصرف لي المبلغ من وزاره الماليه لازم يعتمد، يحبطك، يطلع لك اتب في ظهرك يا عيني. انا يعني بص في كلكيعه كده في البلد. الكلكيعه دي هتاخد وقت. يعني هو الشعب بيدفع فاتوره اختيار مرسي او اللي اختاروا مرسي. اللي اختاروه الشعب كله بيدفع فاتوره اللي اختاروا مرسي بالظبط، واللي عصروا الليمون بالظبط. يعني هو الشعب للاسف بيدفع فاتوره طلبات شويه قد كده، بيدفعها شويه قد كده. صحيح. وهندفعها وبندفعها وهناخد شويه وما عندناش مانع ندفعها اكتر واكتر واكتر، بس بلدنا ترجع. لا هي هترجع. بص مصر هترجع غصب عن عين ادخل تخين في البلد. ليه؟ لان انا عندي مبدا، لو كان ربنا سبحانه وتعالى رايد ان محمد مرسي يقعد، لا باحترامي بقى لا وزاره الدفاع ولا الشعب ولا الجيش ولا الشرطه هيمشوا الراجل ده لو ربنا كان كاتب له انه يقعد. لكن ده ربنا فضل في السنه دي يكشفوا لحد ما خلاص بقى صحيح. طفح يعني في رئيس الجمهوريه يقعد يعمل كده ويقعد يعمل كده، وحاجات تانية بلاش نقولها، بلاش عشان الرقابه بقى، ويقعد يعمل كده في ركبته. يعني مش عايزين نتكلم بقى. خلينا ساكتين. ناديه، انت ليكي موقف مع الاخوان؟ حصل لك حادثه مع الاخوان حاجه كده؟ انا شفتها على الفيس. انا بس عايزه اعلق على كلام عمرو. بقول ان يعني انا مش فاهمه ليه ما يبقاش يعني الحكومه يبقى فيها زي ما قالوا لنا حكومه تكنوقراط، انه يبقى في مثقفين ماسكين الوزارات. رئيس الجمهوريه ليه دايما بالترشيح بيبقى مثلا من عامه الشعب؟ ليه ما يبقاش رئيس الجمهوريه نستورده ويجي من الصين؟ لا لا مش نستورده، يعني يبقى رئيس الجمهوريه عنده خلفيه زي مثلا ايه، خريج قانون وسياسه، يبقى عارف السياسه دارسها. ما هو رئيس الجمهوريه بتاعنا دلوقتي كده. لا انا اقصد في العموم لما يبقى التشريح. هي ناديه بس كانت نايمه شويه. لا والله لا، انا عارفه الترشيح اللي جاي المفروض اي حد يترشح لرئاسه الجمهوريه. يعني انتوا مع ترشيح المدني ولا من القوات المسلحه؟ لا عسكري. مصر ما اثبتت في كل الدول العربيه فشلها التام الديمقراطيه. الناس لسه مش فاهمه
يعني ايه حريه راي، نادية جاية يعني تقفل لنا المحطة إيه زي الفل. يعني ايه مثلا احترام الاخر، احترام الراي والراي ده. احنا انا خاف اتكلم. تقدر تحط صوره السيسي على عربيتك؟ طب تقدر تقول انا بحب الجيش؟ عادي. ما انا قلت وكنت هموت. ايه بقى اللي ايه اللي حصل؟ حصل يا نادي؟ ولا حاجه. مش لا 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 دي واخده طلق في رجليها، لو الكاميرا اهو ده الطلق بتاع ما الاخوان. ده عشان لو حد اتكلم. ايه اللي حصل يا نادي؟ ولا حاجه. كنت رايحه في تجمع الخامس ازور صديقه عزيزه، فلقيت الشارع فاضي خالص، يوم جمعه قبل الصلاه كمان. لقيت عربيات كده شويه شويه كترت، لقيتهم بيقفوا على جنب يحطوا صوره دكتور مرسي ويحطوا اشاره رابعه. انا مالي ماشيه. فالمهم بعد شويه العربيات كترت، يعني بقوا مثلا 20 30 وحوالين مني. فانا تخيلت انهم مستطرقين، يعني ده طريقهم بالظبط. اتابيهم. تعليم حلو برضه. مستطرقين. قلت لك مستطرقين. اتابيهم يعني على إيه فكره مستطرقين انا يا مثقفه كده يعني ايه مستطرقين؟ يعني عابري سبيل، يعني قولي جايين بالصدفه مكملين. مكملين ماشيين في طريقهم. يا زمخشري. وبعد ما مشوا فالمهم وهم بيمشوا في بنات راكبين طبعا عربيات حديثه، مش هقول لك مثلا اخوان بقى من الحتت لا 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 لا، كلاس جدا العربيات والناس اللي فيها وشيك جدا. ففي مجموعه بنات بصوا لي كده من العربيه قاعدين ورا زي عربيه 4x4 وبيشوحوا لي. فانا عملت لهم كده، عملوا لي كده، ردت لهم البوسه، فعملوا لي كده، عملت لهم كده وكده. هتوحشينا والله. فراحوا ضاحكين شجعوني. فتحت الازاز، ايوه، قلت لهم سيسي بحبك يا سيسي، هي الكلمه، ومشيت. سبتهم، قعدت اسرع عشان الحق معادي. لقيت لك عربيات ال10 ال30 بقوا حوالي 500 عربيه، الشارع كله عربيات واعلام رايحين كانهم الحجاز. فالمهم راح جايه عربيه كده قدام مني وعربيه من هنا وعربيه ورايا حرف السي، وقفوني. فانا وقفت والله ما اعرف في ايه. فيخبط على الازاز واحد كبير قد جدي كده، لحيته بس محترم جدا وشيك، يقول لي افتحي، ودي بقى تترعش عصبي. فانا مش عارفه افتح ما افتحش. المهم فقلت له عايز ايه؟ جه واحد تاني طويل قعد يخبط على العربيه وشلاليت وعلى المرايه، ما كسرهاش بس كده اتعوجت. فقلت بقى ما بدهاش، فتحت الازاز قلت له في ايه عايز ايه؟ قال لي سيسي مين مش هقول سيسي كذا كذا كذا. قلت له سيسي مين؟ قال لي بتشتمي قولي يا مرسي. عارف اللي هو صب محمدا، اللي هو اشربي يا وانا اعتقك. ايوه. قال لي اشتمي السيسي قولي يا مرسي، اشتمي السيسي. قلت له لا سيسي ولا مرسي، انا من العراق مش من هنا، انا ماليش في السياسه. انا مش صراحه انا مش اخواني. لا معلش، انت عارف لو كان مثلا العدد قليل او في من الناس لا قليل ولا بتيجي، كنت هتقولي لي نفس الموقف حتى لو كانت 3 4 ما تتحججيش بالعدد. لا والله ما انا فاهمك. لا دي كانت قبيله. المهم لقيت عنف شديد، وبرضه مصمم انه يكسر ازاز العربيه ومسكني من هنا عايز ينزلني بالعافيه. ففي ست في العربيه اللي هو جنبها، فبصيت لها من سني تقريبا، قلت لها عاجبك كده اللي بيعملوه فيا؟ مش انا ست زيك؟ هي دي الديمقراطيه؟ فانا قلت له بسرعه والنبي عندي عيان بالمستشفى بيموت. فقالت لي يلا يا وليه، يلا روحي على عيانك لانزل اعجنك هنا يلا. فكان يوم عبال ما خلوني امشي وفتحوا لي الطريق، وفي حد منهم اعتقد او مش منهم قال لهم عيب، لا يعني كلكم على ست. انت حاجه زي كده اعملي ان انت حامل وبتولدي. لا يا طارق، لا هو مش مساله خوف قد ما هي سوري اسمك في المسلسل والله. معلش مش هيبعد نوم هجيه، معلش احنا اسفين سهرناك لغايه النهارده، معلش. والله العظيم صدقني، يعني هو ده الارهاب. اصل الارهاب مش شرط تقتل حد بسكينه، انك ترهبه، انك تخوفه، انك تحسسه بالاهانه. صحيح. انا حسيت بالاهانه صحيح. لما بيخبط ولما بيقول الفاظ مش حلوه وعايز يمسكني من هنا وانزلي. ليه؟ صحيح. طب انت بتقول يا مرسي وانا مش معترضه وماشيه، اشمعنى انا لو قلت يا سيسي انت تتجنن ليه؟ فمفيش ديمقراطيه. حكم العسكري هو احسن حكم بدليل سياسه صدام حسين. يعني صدام حسين على طول مر التاريخ ماشي ديكتاتور وعمل وسوى، ما حدش يجرؤ يقول لواحد انت كردي ولا انت شيعي ولا انت سني، متعايشين تماما، مش رعب، مش عايزين مشاكل. فكان هو ماسكها. لازم الحكم يبقى عسكري عشان الناس
تمشي. طبعا وانا اعترض على ان يبقى في الجيش او في الشرطه او في اي مجال امني اهانه للمواطن طبعا اللي كنا بنشوفه ايا كان زمان. المواطن، حتى اخوان ما اخوان، مفيش اهانه. يبقى بني حكم آدم. عسكري بس بني آدم. يبقى بس اياك هم يفهموا ده، لا ما بفهموش. يعني يا ريت هم يفهموا ده. هم عندهم، هم بص لازم يحشروا كلمه السيسي خاين في اي حاجه. صحيح. يعني مثلا تبقى واحده تقول له محمد وانت جاي هات لنا معاك عيش ولبن، وما تنساش السيسي خاين. انت فاهم ازاي؟ لازم يحطوها في جمله اللي هو ايه، يا محمود شفت اللي حصل امبارح وانا ماشي وقعت بس الحمد لله والسيسي قاتل. لازم يحطوها في جمله وخلاص. صحيح. انا عايزه اقول حاجه مهمه اتفضل. محدش يعرفها. ايه خبر؟ والله وحياتك يا Exclusive. عم، نادي في العراقي. حاجه احتمال كبير المصريين ما يعرفوش. يعني انا اتمنى اللي بيكرهوا السيسي يسمعوني. السيسي له شعبيه في الدول العربيه قد تكون اكتر من هنا 100 مره. والله العظيم حاجه تحزن. يعني انا كنت في سفريه والناس لما يعرفوا بتكلم مصري ببقى في السوق او كده، فيقول لي انت مصريه؟ اقول له اه. يقول لي عندكم راجل في مصر احنا بنحبه احنا بنعشقه، يلا الله يبارك لكم انتوا مصر هتوقف فعلا على رجليها. اقول له ايه؟ يقول لي السيسي يعملوا لي كده. اي حد يعرف انا مصريه بتكلم مصري يقعد يشكر في السيسي احلى كلام. فليه اذا كان اللي بره بيحبوه ويحترموه وبيقدروه وشايفينه صح، ليه احنا المصريين مصممين ودايما كل العرب مصممين زعمائنا ورؤسائنا نستلقط لهم العيوب عشان نحطهم في مزبله التاريخ؟ لا هو مش كده بالظبط، دايماً. ولكن هو في طبعا ناس جت للاسف مسؤوله عن اللي احنا فيه ده النهارده. واخد بالك؟ يعني مش عايزين نتطرق للموضوع ده بالظبط. ولكن لا، اللي احنا فيه النهارده يعني من نسبه جهل ونسبه جهل تسببت في ان واحد زي مرسي وجماعته يجوا. لا ده في حد مسؤول عن الموضوع ده اكيد. ما بقول لك قوه خارجيه لا بمساعده قوه داخليه. طبعا انت هو بالفلوس ده. تقدر تشتري ضمائر مش ممكن في بشر. هم اللي بيفجروا ويقتلوا ده صحيح. عشان مين؟ عشان ربنا؟ لا طبعا عشان ملايين. لا ربنا عمره ما امرنا بكده. عمرو نسيب السياسه سيكا ونروح بقى للفن والحاجات. يا ريت. يلا نعمل مشهد. يلا عمرو عبد العزيز، عايز اعرف من امتى ابتديت تخش الوسط؟ من امتى الناس ابتدت تشاور عليك في الشارع؟ من امتى ابتديت تحب الحكايه؟ بص يا امين، هو ايه من وانا قد كده والله، وده بجد مش بتهيألي. اي طفل في المرحله الصغيره كده تقول نفسك تطلع، يقول لك ضابط دكتور مهندس. لا انا من وانا صغير عايز اطلع ممثل. كنت الم العيديات بتاعتي في العيد وادخل بيها مسرح. اقعد احب الموضوع ده واحب الموضوع التمثيل قوي. يوم الاجازه بتاعتي اروح اقف قدام باب اي مسرح اشوف الممثلين وهم داخلين وخارجين. دي كانت متعتي. خلصت ثانويه عامه، قدمت في المعهد وسقطت. فدخلت اداب مسرح قسم تمثيل واخراج. ابتديت اعمل ادوار في الجامعه وبره الجامعه. ابتديت اعمل حاجات كومبارس، ما بتكسفش خالص ان انا بقول ده، لغايه ما جت النجوم يا عمرو عملوا كده. نجوم النجوم خالص. لغايه ما اتخرجت من الجامعه كان بقى حلم المزارع المفالح ان انا هتخرج من هنا هلاقي صوري على البنرات المسارح. ما فيش الكلام ده حصل. قعدت 3 سنين ما بعملش حاجه اصلا. فبالصدفه واحد صاحبي بيعمل مسرحيه في مسرح السلام، والممثل اللي بيعمل الدور قبل الافتتاح ب 10 ايام اعتذر ومشي. فقاعد بيقول طب اجيب مين؟ طب اجيب مين؟ مش عارف ايه. بصيت له كده قلت له طب ما تجيبني انا. بص لي كده قال لي انت؟ قلت له هو انا كهرباء سلسيون؟ ما انا شغال، ما انا ممثل، ايه المشكله؟ قال لي تصدق والله فكره. رحت وعملت الدور. هو دور لوحه يا امين، لوحه في مشهد مدته 5 دقائق. دخلنا بالمسرحيه دي مهرجان القومي للمسرح، خدت جائزه احسن ممثل من اللوحه الصغيره دي. ما شاء الله. وبدات اللهم لك الحمد بقى دي كانت وش السعاده عليا الروايه دي، والحمد لله رب يعني العالمين. انت بدايتك مسرح؟ انا بعشق المسرح. يعني انا في الكليه في ال4 سنين عامل حوالي 23 او 25 مسرحيه ما بين تراث عربي وشعبي وعالمي. انا ما اعرفش اشتغل حاجه غير التمثيل. ما بحبش حاجه غيره. يعني فاهم ازاي؟ حاولوا يجيبوني كده، لان انا اصلا والدي طبيب ووالدتي مهندسه ديكور. يعني ما لهمش علاقه بس بالفيلم. انا حابب الموضوع ده جدا. والله لك الحمد. انا ماشي بحكمه في حياتي ان انا طول ما ربنا مديني الصحه والعمر ان انا هفضل امثل عشان ابسط الناس واتبسط معاهم. ده الهدف الرئيسي في حياتي. تمام. بس انت هتقولي حاجه ولا بتنامي بدري؟ لا
اصل فجاه لا، لقيتك وانا حاسة- بتكلم لقيتك بتعملي لا كده، والله انا حاسه يعني بدات تسحبي مني شمال. انا حاسه ان فيك انت أيوة. كتير حاجات مني، اكنك بتتكلم معايا عن حاجات انا عشتها. يعني لمست قلبك، قوي. حسيتي You're يعني touching my heart. Yes. الترجمه بس كده يعني. اتفضل يا عمرو كمان. بس خلاص، والحمد لله بدات اخطو خطوات يعني الى حد ما بسيطه، لغايه ما جاتني يعني فرصه عمري مع استاذ عادل امام في فيلم مرجان احمد مرجان. طب انا اسف هقطعك، معانا اول اتصال ليكو، مدام سهير من الجيزه. استاذه سهير، الو الو استاذه سهير، ايوه. الو مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبه. انت بالسلامة والسلامة. اتفضلي، معانا الفنان عمرو عبد العزيز والاستاذه ناديه العراقيه. يا ريت استاذن حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. الاول انا الو، الاول برحب باستاذ ضيوفك اللي موجودين. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. بس انا اتفضلي، احنا سامعين اتفضلي، حضرتك أنا يا سامعك، مدام سهير. اتفضلي. نوطي التلفزيون بس. ماشي حاضر. ايوه قومي وطي لك التلفزيون لما انت قاعده كده. طيب، هو الخط قطع. طب مش تجيب معاك طب احنا منتظرين هير مكالمه نلزقه؟ حضرتك تاني. اتفضل يا عمرو. سوري. بس اول فرصه سينما جات لك؟ لا، هي مش اول فرصه السينما، انا عملت قبل كده حماده يلعب وعوده الندله وايظنه. تمام. فاول يعني اول حاجه كنت اخد فيها مساحه وان الاقي صورتي على افيش، وده طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، كان في فيلم مرجان. مرجان احمد مرجان. ولو حكيت لك سريعا، ما انا عايز اعرف ازاي تم ترشيحك قدام الزعيم. كان يوم 4 يوم 29/12/2006، انا واقف في الشارع الساعه 3:35 صباحا. عشان ده تاريخ في حياتك. بالظبط. طبعاً. فانا واقف في الشارع مستني اركب حاجه عشان اروح البيت، فلقيت عربيه ضاربه نور جايه من ورايا، في العربيه راحت واقفه كده قدامي وفي ازاز نزل، فقلت ايه ده، انا هتخطف ولا ايه؟ فلقيت حد بيعمل لي كده، فقلت ايه ده في، فببص كده قربت لقيته استاذ عادل امام، قسما بالله يعني زي ما بحكي لك كان في بالظبط. طب الشارع- معلش كان معانا في الشارع اتصال إيه؟ تاني. استاذه دينا، الو. الو. ايوه، ايوه. مساء الخير. مساء النور. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. اتفضلي، معانا عمرو عبد العزيز وناديه العراقيه. انا كنت بس حابه اكلم الاستاذ عمرو. أيوة يا معاكي، فندم. اتفضلي. ازي حضرتك، عامل ايه؟ اللهم لك الحمد والشكر. انا اسمي دينا فخري. اهلا ازيك عامله ايه؟ حبيبي، اخبارك انت ايه يا استاذ عمرو؟ ربنا يخليك يا دينا، عامله انت ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. يا. اخبارك ايه؟ كنا سمعنا ان حضرتك هتعمل مسلسل مع استاذ عادل امام. لا والله لسه، نتمنى يعني ادعي لنا بقى دعواتك. هو الاستاذ عادل بيحضر لمسلسل قريب ان شاء الله، ونتمنى نكون عضو، يعني اكون عضو من اعضاء المسلسل. بس ان شاء الله خلي بالك، هي دينا فخري اصلا صديقتي جدا. اهلا وسهلا بيك. عشان تبقى عارفه بس. اتمنى نشوفك النجاح دايما يا رب. يا حبيبتي ربنا يخليك يا دينا ويكرمك دايما، انت حد جميل جدا وانا بحبك جدا. ربنا يخليك يا عمرو، والنجاح نجاح دايما يا رب. تسلمي لي يا دينا، ربنا يكرمك. طبعا منوره البرنامج النهارده يعني. ربنا يخليك يا رب، تسلمي. ميرسي يا عمرو. اوكي. ميرسي يا دينا، وكل سنه وانت طيبه واهلا بيكي. ميرسي، ربنا شارع يخليك. ايه بقى عشان اروح اقف هناك، يمكن يعدي في ساعه بيضه. شارع لا، الهرم. كان جنب المسرح، اللي هو كان مسرح استاذ عادل في الوقت ده. فقال لي انت انا عارفك، قلت له بجد؟ قال لي اه وبتاع. انت انا حسيت بايه لما شفت عادل امام؟ انا ما في شلل نزل على جميع عضلات وشي، انا مش فاهم حاجه. فقال لي طيب انا هجيبك في حاجه قريب، ومشي. انا فضلت مع اتجاه العربيه عامل كده لدرجه ان انا روحت مشي، قسما بالله مروح مشي. فروحت صحيت امي، قلت لها ماما قومي والنبي عايز اقول لك على حاجه، عادل امام وقف لي في الشارع. قالت لي يا ابني ربنا يهديه خش نام. والله قالت لي يا ابني ربنا يهديك يا ابني خش نام، بس احنا كنا في شتاء فتغطى ربنا يهديك. نمت وصحيت، قلت لها يا ماما امبارح حصل كذا. قالت لي يا ابني والله دي تلاقيها تهيؤات. قلت لها يا ستي وقف لي في الشارع. شهر 2 مفيش حاجه بتحصل. موبايلاتي عايز اقول لك بقعد في مكان مثلا ما فيهوش سيجنال، بقيت اقوم اقعد في الشارع عامل تليفونات كده عشان تفضل لقطه، وهو اصلا ما خدش رقم تليفوني، هيجيب تليفوني منين؟ يعني فنسيت الموضوع خلاص، قلت يمكن دي احلام يقظه. فساعتها
دكتور عزت ابو عوف كان بيعرض معايا المسرحيه، فرحت المسرح قاعد مع دكتور عزت، وانا قاعد الباب اتفتح فدخل عم عادل، فانا رحت متنح كده، فقعد يتكلم مع دكتور عزت، فراح باصص لي كده قال لي انت متنح لي ليه؟ طب مره تشوفني ولا ايه؟ قلت له لا يا ريس مفيش اي حاجه. قال لي انت اتفرجت على الروايه؟ قلت له لا. قال لي طب اتفرج عليها بقى وتعالى لي ايه بقى، عايزك بعد المسرح. فاتفرجت على المسرحيه وبعد كده دخلت لعم عادل، فقال لي انت عارف مكتبي فين؟ قلت له اه. قال لي طب تعالى بكره الساعه 9. قلت له 9 الصبح. قال لي ليه احنا هنروح نمسح 9 الصبح؟ لا خليها بالليل يعني. فانا اسمع ان هو ملتزم جدا في مواعيده. ضربت قميص وبنطلون رايح اقابل عادل امام بقى. 9 الا ربع كنت قدام باب المكتب، دخلت فهو شويه وراح داخل المكتب، دخلت هو عمال يتكلم، انا قاعد مستمتع قاعد باصص له. ففجاه قال لي انت عارف بقى انا بعمل فيلم عن شباب الجامعه وكده وعايزك معايا، ايه رايك؟ ايه رايك؟ قلت له ده على اساس ان انا هقول لك ابعت لي الورقه اقراه ويقبله يرفضه. فضحك، فقلت له طبعا يا استاذ معاك. قال لي تمام. قلت له تمام. طيب خلاص انا هكلمك عشان ابعت لك السكريبت، تبعت لي السكريبت. هنقف عند تبعت لي السكريبت. معانا ريهام من اسكندريه. الو الو الو، الو ريهام، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب؟ اتفضلي ريهام. وراحت ريهام. ريهام يا ريهام ايه؟ يا ريهام. طيب يعني يا ريت يا ريهام تكلمينا تاني. اتفضل. فقال لي لا خد السكريبت بقى وانت نازل. فاخدت السكريبت روحت قريته حفظته عن ظهر قلب. وانت مش عارف لسه هتعمل ايه؟ مش عايز اعرف، اوكي. المهم ده في الفيلم وخلاص، انا مش مهم حد اعرف. حاسه بيك يا روحي، حاسه بيك. ففجأة شهر ما فيش حاجة بتحصل، فقدت الأمل لغاية ما فجأة ماشي في شارع الدقي لقيت تليفون، فلقيت بقول ألو. قالوا لي عمرو عبد العزيز؟ قلت له أيوه. قالوا لي إحنا بكرة عندنا بروفا مع الأستاذ عادل في الفيلم. رحت عامل إزاي؟ رحت راجع تاني قلت لهم معلش فكروني في فيلم إيه؟ يا راجل فيلم إيه؟ قالوا لي فيلم بتاع مجرح مش أستاذ. قلت له أيوه أوكي بس أوكي خلاص. المهم رحت تاني يوم المكتب عند عم عادل، فدخلت بقى كانت مدام ميرفت موجوده، في لمبه فلوسنت قاعده، مدام ميرفت كريستالة. بونبونايه قاعده. قعدنا وقرينا وكده وبتاع، خلصنا تصوير الفيلم وكانت من لا أسعد لا 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 أيام. استنى، لا 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 ايه خلصنا تصوير الفيلم ده؟ عايز مراحل. اول يوم وقفت فيه قدام عادل امام في كاميرا. ده كان يوم لن انساه. كان مدرج الجامعه، وكان المدرج ده مبني بلاتو، يعني كنا بنصور في البلاتو. انا كنت كاميرا 12، فانا عارف طبعا الاستاذ عادل بيروح بدري وانت اكيد عارف المعلومه طبعا. دي. فقلت ابقى هناك 10:30 بحيث اروح اشرب كوبايه شاي اقعد مع شويه مع الاستاذ عادل. فداخل واقف في الكوريدور كده. لقيته؟ لا انا واقف في الكوريدور، كنت واقف بتكلم انا وميكي. فلقيت حد معدي كده لابس طقم جينز كده وايس كاب وبتاع، فبصيت كده قلت ايه العيال دي؟ فشويه لقيته خارج بيقول لي ازيك؟ قلت له اه. قال لي ايه انت مش عارفني ولا ايه؟ قلت له معلش يا استاذ والله اول ما اشوف حاجه باللبس ده. طبعا كان اول مشهد بيني وبين الاستاذ عادل، المشهد اللي انا بيقفشني على المدرج وبيعرف ان انا مصاحب بنته وبيضربني فيه. تمام. المشهد بقى اللي انا كنت شايل همه مشهد الفيلا اللي انا بنجري ورا بعض. انا رايح بعمل كده اصلا، ان المشهد ده بيني وبينه بس. فقال لي ايه يا عمرو بقى هنعمل ايه؟ قلت له هنعمل ايه في ايه يا استاذ؟ مش حضرتك عايز تعمل ايه؟ قال لي انت شفت توم وجيري؟ شفت افلام توم وجيري؟ قلت له اه. قال لي شفتهم بيجروا ورا بعض ازاي؟ قلت له. قال لي احنا عايزين نعمل زي توم وجيري. قلت له عيني يا استاذ. قال لي طب يلا قوم نعمل بروفا. فانا مش عايز اجري كتير عشان ما اجريهوش برضه، ربنا يديله الصحه الاستاذ عادل. فقلت له طب استريح انت يا ريس. قال لي لا ما احنا لازم نعمل عليه بروفا، هو بيحب شغله جدا. طبعا. عايز اقول لك ما كانش لك بقى عادل امام. عايز اقول لك لفينا اللفه دي مثلا بتاع 8 مرات عشان يظبط احنا هنقف فين ويشنكلني فين. فمره 2 3 في بروفا في تصوير، مره 2 3 فانا دخت. فجيت في مره عملت كده، قال لي انت تعبت؟ قلت له شويه. قال لي طب اقعد يا عادل، هات كوبايه، هاتها اي عصير حاجه مسكره. وراح موقف التصوير وراح مديني كوبايه العصير، قال لي خدها بقى وروق كده. فبقيت قاعد بقول له يعني عايز اقول له انت اللي بنفسك اللي جايب لي، اللي هو ازاي يعني. موقف بقى في الفيلم ساعه الماتش، في بنلعب ماتش الكوره،
المفروض انا بجيب جون، فعم عادل بيقول ها وبيعمل كده طبعا في الهواء، فانا اعمل كده كاني خدت بنيه. عدنا مره اتنين تلاته، صورنا مره اتنين، وفي مره ايد عم عادل لبست. فانا خدت البوم دي، فعم عادل لقيته راح باصص كده، انا خفت ان يعمل ستوب، هي خلاص لبست. فبصيت كده فرحت مكمل وواقع على الارض واتلموا عليا، فهو راح قال، حتى لو تلاحظ اللقطه ما عادتش فتره، هو راح قال ستوب، انت كويس؟ انت فيك حاجه؟ انا اسف ما تزعلش مني. قلت له يا ريس ما فيش. قال لي طب انت طب انقلك مستشفى؟ طب سنانك؟ وقعد يعمل لي كده. قال لي طب وجع هنا؟ قلت له والله تمام ما فيش اي مشكله. في اخر اليوم بقى ازرقت، فانا داخل له اوضه عامل كده بالظبط. فهو طبعا شاف المنظر وقع، قال لي طب انت هتمشي ازاي كده؟ قلت له ما انا جاي لك عشان تديني الثانيه، عشان ما مش عامل كده بقى، عشان ما يعني يبقى الموضوع مظبوط. بس وكان مرجان احمد مرجان. وبعد توفيق ربنا لغايه دلوقتي انا بقولها ان استاذ عادل امام بعد ربنا صاحب فضل عليا، انا لا انكر. طيب هنتوقف عند موضوع استاذ عادل امام مع عمرو، هنطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع ناديه، ومشوارها ابتدى منين وازاي، وايه الطف الحاجات اللي واجهتها في الوسط. فانتظرونا، منتظرين مكالماتكم ومداخلاتكم. فاصل قصير وهنعود.